عندي الجرامر بتاعنا النهارده بيتكلم عن present continuous tense زمن المضارع المستمر. هنشوف الفورم بتاعه التكوين بتاعه. قال لي بيتكون بكل بساطه من am is are plus verb ing، واخد بالي الفيرب هنا infinitive am is are زائد infinitive وفعل في المصدر. نشوف كده مثال. قال لي علي is doing his homework، علي بيعمل واجبه. قال لي is doing am is are verb ing. they are cooking lunch، هم بيطبخوا الغداء are وverb ing. I'm helping my mother with the housework now، أنا بساعد ماما في عمل أعمال المنزل الآن. am helping am verb ing. هاخد بالي نتذكر سريعا كده إن إحنا لما بنيجي نضيف ال ing للفيرب، لو الفعل بتاعي آخره إي كنت بزود بحذف الإي عند إضافة ing، زي كلمة drive بحذف الإي لما أعملها driving. لو قلت مثلا كلمة زي كلمة swim اخرها حرف ام، الام ده ساكن او كونسونانت قبل منه فاول حرف متحرك، يبقى في الحاله دي بكرر الحرف الاخير مع الاي ان جي. فعل زي كلمه لاي ال اي اي، لو الفعل بتاعي اخره اي اي لما باجي ازود الاي ان جي بحول الاي اي الى واي تبقى لاينج ال واي اي ان جي. تمام، نكمل مع بعض. هنتكلم دلوقتي عن اليوسج الاستخدام. قال لي بيستخدم زمن المضارع المستمر للتعبير عن، طبعا في استخدام اساسي اللي هو كان احداث تحدث وقت الكلام ومستمره لفتره بعد ذلك، يعني حاجه بتحصل دلوقتي وهتفضل شغاله لفتره. قد ايه الفتره ما تشغلنيش، المهم ان في continuous استمرار. اعطاني مثال I'm watching TV at the moment، انا بتفرج على التلفزيون دلوقتي، يبقى انا كده فهمت من الجمله دهيت ان انا بتفرج دلوقتي وهفضل اتفرج شويه كمان، يبقى ده الاستخدام الاساسي بتاعي. قال لي ليه استخدام اضافي، ان هو ممكن استخدمه للتعبير عن الترتيبات المنتهيه في المستقبل، احداث تم الترتيب لها هتحصل في المستقبل، بس بسميها ترتيبات منتهيه، يعني احداث منتهيه تم الترتيب لها مسبقا. تعالى كده نشوف مع بعض عشان نفهم. قال لي مثلا او اعطاني مثال we are traveling next week، احنا هنسافر الاسبوع الجاي، ما قاليش مسافرين بقى عشان هي بقت فيوتشر مستقبل، احنا هنسافر الاسبوع اللي جاي. راح اعطيني جمله قال لي we have got the tickets، لقد حصلنا على التذاكر او جبنا التذاكر. فهنا قال لي يذكر الترتيب الذي تم. طالما اعطيت لك جمله بتذكر الترتيب اللي حصل يبقى انا بستخدم الفيوتشر بالبريزنت كونتينوس. نشوف جمله ثانيه. We are having a party next Friday، هنعمل حفله او هنقيم حفله الجمعه القادمه. It's arranged، كل شيء مترتب او مترتبه. قال لي برضه نفس الحكايه، اعطاني جمله بيذكر كلمه تدل على الترتيب، بنذكر كلمه بتدل على الترتيب، وعندي مثالين منهم اللي هي كلمه arrange او prepare. It is prepared، it is arranged، وهكذا. بعد كده I am meeting my cousin at 7 at the new restaurant، انا هقابل ابن عمي الساعه 7 في المطعم الجديد. ايه اللي حصل هنا؟ قلت هقابل برضه، بس ايه الفرق؟ الفرق هنا ان انا بحدد ميعاد او مكان الحدث، يعني الميعاد والمكان، او الميعاد بس او المكان بس. فهنا انا هقابل ابن عمي الساعه 7 فين؟ في المطعم الجديد. يبقى هنا بستخدم الفيوتشر بالايه؟ بالبريزنت كونتينوس. من الاشياء العاديه او الكماله العاديه بتاعتنا keywords، الكلمات الداله عليه، الكلمات اللي بتدل على البريزنت كونتينوس كالمعتاد. look listen now at the moment at present، ونتذكر ان عندي كلمه look و listen بتيجي في بدايه الجمله، now at the moment at present ممكن تبقى في اول جمله او في اخر الجمله. look علي is playing football، بص علي بيلعب كره قدم، لقيت كلمه look اهيت، فالفيرب عندي is playing am is are verb ing. she is sleeping now، هي نايمه دلوقتي، عندي كلمه now فقلت له is sleeping. تمام، ممكن اقولها now ساره is sleeping. لما نيجي نحول البريزنت كونتينوس انتو نيجاتيف للنفي هنعمل ايه؟ قال لي بكل بساطه هاجي بعد الام والايز والار احط كلمه not. am not is not are not، وهاخد بالي الايز not نفيها الاختصار بتاعها isn't، are not الاختصار بتاعها aren't، لكن am not ما عنديش حاجه اسمها aren't في اللغه الانجليزيه، يا اما بتبقى am not يا اما apostrophe am not. اوكي، اعطاني مثال قال لي علي isn't playing basketball at the moment، علي مش بيلعب كره سله في اللحظه الحاليه او دلوقتي. طيب تكوين السؤال how to make a question، برضه العمليه بسيطه، هنبدا باليس نو questions، اسئله نعم ولا. كل اللي انا هعمله هبدا بالام is are am او is او are، بعد منها السبجكت الفاعل، بعد كده فيرب I NG. is علي sleeping at the moment، هل علي نايم في اللحظه الحاليه او دلوقتي؟ يبقى الاجابه yes he is or no he isn't. لو عملت WH questions اسئله بادئات استفهام، كل اللي انا هعمله هاجي قبل الام والايز والار احط أداة الاستفهام بتاعتي. question word أداة الاستفهام، am أو is أو are، بعد كده subject الفاعل، بعد كده الفيرب I NG.
What are you doing now؟ بتعمل ايه دلوقتي؟ قال لي I'm watching a film on TV، بتفرج على فيلم في التلفزيون.